خريجة المدرسة الوطنية العليا للبحرية التجارية ببو إسماعيل سيبازا، وأول قبطانة من ولاية نعم. الدخول المجال البحري ما كانتش تقليدية أو معروفة في منطقتي، لكن دائما كان عندي رغبة في خوض تحديات مختلفة وحب المجالات التقنية والدقيقة. أول مرة سمعت المدرسة الوطنية العليا للبحرية حسيت بشيء يجذبني، خاصة أنه المجال يجمع بين الانضباط والعلم وخصوصا المغامرة. مع الوقت أصبح الحلم أوضح وتحول إلى هدف حقيقي سعيت لتحقيقه بكل جدية. وفي حديثي عن أيام التكوين بالمدرسة نوصفها بالمغامرة، حيث واجهت برنامج كان مكثف بعض الشيء وضيق الوقت إلى جانب مواد جديدة، لكن كل ذلك زادني إصرار على التميز، خاصة في ظل جو التنافس والتنوع الذي وفرته المدرسة من خلال التعرف على زملاء من مختلف ولايات الوطن. العائلة كانت الدعم الأساسي لي، رغم أن الفكرة كانت غريبة شوية عليهم وصعبة في البداية، إلا أنهم شجعوني وأمنوا بإصراري، خصوصا والديا أمي وأبي كانوا فخورين بيا بزاف، وكانوا دائما يقولوا لي طالما هذا حلمك نحن معك للآخر، وفعلا كانوا السند الكبير في كل مرحلة من المراحل. أكيد لم يكن طريق سهل، بخصوص كوني أول فتاة في مجال أغلبه رجال، وكذلك لا يزال في نظر الكثير عمل رجالي، لكني لم أعتبر كوني فتاة نقطة ضعف، على العكس تماما كان دافع لي لأثبت أن الكفاءة والجدارة لا علاقة لها بالجنس. شعوري وأنا أصبح أول قبطانة بحرية لولايتي فخر كبير، مش بس لأني وصلت لهدف شخصي، بل لأني فتحت باب جديد لبنات ولايتي، والله شعور جميل أني نحس أني كسرت حاجز ما كانش بالسهل تجاوزه، وخليت طريق ممهد ليجوا من بعدي.